السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى فيديو جديد ووصفة جديدة. معكم إلهام قناة مطبخ أمي. أنا بداية قبل ما ندوز نعطيكم وصفات اليوم، وكيف العادة نقول لكم إلا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناة كنتمنى أنكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم وصفات جديدة. كذلك في حالتي اللي عجبكم هذا الاقتراح اليوم إن شاء الله بحول الله اللي غيكون عبارة على واحد بسكويت شرب الشاي اللي غنعدلو غير بالنشا، كنتمنى أنكم تعملوا لايك وتبارطاجوا مع الأصدقاء ديالكم. كذلك كنقول لكم شكرا بزاف على المشاركة وشكرا على الدعم ديالكم وعلى مشاهدة الفيديوهات. كنعتذر لانني ما كنحطش لي فيديو يعني فيديوهات باستمرار، ففقط كنكون مشغوله على داكشي ما كنقدرش نصور لي فيديو كل ساعه. غندوزو نعطيكم وصفات اليوم ان شاء الله بحول الله. نقولوا بسم الله. وخديت واحد الاناء اللي عملت فيه 200 غرام ديال الزبده. انا خديت هنا الزبده اللي استعملت هي زبده الدهن، وغنضيف ليها 3 معالق ديال الحليب المحلى و3 معالق ديال السكر كلاصي. في حالتي الا ما كانش عندكم الحليب المحلى ممكن تستعملوا عوضو السكر كلاصي، يعني تعوضوا الكميه بالسكر كلاصي هنايا. ومن بعد غنعمل 2 معالق كبار ديال الزيت، يعني هنايا الزيت بيضه. وبالنسبه حتى لما توفرش عندكم سكر كلاصي فممكن تاخذوا غير سنيده وتطحنوها، فليسونسيال عندنا هنايا هاد الوصفه كتحتاج سكر كلاصي. وبالنسبه لهاد لي كوكيز هادو فاحنا غادي نستعملوهم بالنشا، ما غادي يكونش معاهم دقيق نهائيا. يعني الماده الاساسيه في هاد لي بسكوي هو النشا. كذلك غادي نعملوا فيه حتى الحليب يعني المجفف اللي كنشريوه ديال هذا الحليب، المهم الحليب غبره كنحمصوه في المقلاة. غادي نطرب هاد الزبده هذه مع السكر كلاصي والمواد الاخرى اللي عملنا حتى تخلط لينا مزيان، وغنضيفوا حبه ديال البيض ونرجعوا نكملوا التطريب ديالنا. بالنسبه للكميه ديال هاد اللي كيحط هاد البسكوت راه تقريبا غيحط لكم واحد 70 حبه، وفي حالتي الا كنتو نتوما يعني باغيين اكثر فكتزيدوا في الكميه ديال الزبده وتزيدوا حبات البيض اخرى. هنا من بعد غادا نضيف 30 غرام ديال اللوز اللي حنايا طحنته مزيان ولكن خليت فيه شي طريفات هيدا، وغنضيف 50 غرام ديال الحليب المجفف اللي حنا حمصناه في المقلاة. وكذلك غنعمل واحد الرشه ديال الملح، وغادي نضيفو كاس ديال النشا حتى نخلطوا الكاس الاولاني، يعني ندخلوا هاد العناصر مع الزبده. ومن بعد عاد غادا نضيفوا الكؤوس الاخرى. فهنا الكميه اللي دخلت لي ديال النشا هي 4 الكيسان ونصف. الكميه بالغرامات وكذلك بالمليلتر تجبروها في صندوق الوصف. وعفوا وغنضيف حتى 4 الغرامات ديال الخميره الكيماويه. هنا كتاخذوا الساشي ديال الخميره وكتضيفوا النصف ديالو. فبالنسبه اللي كنضيف انا الساشي عندي ديال 8 الغرامات كنضيف النص ديالو هي 4 الغرامات. غنحاولوا نجمعوا العجين ديالنا مزيان، وحنا كنستمروا في الاضافه ديال النشا حتى تجمع لينا العجين. والعجين اللي كنحصلوا عليها هي بحال العجين ديال الصابلي، يعني ما خصهاش تكون قاصحه ما تكونش يعني تجينا القوام ديال العجينه ديال الصابلي. وبالنسبه للتشكيل ديالها فتيبقى الاختيار لكم. انا هنايا فقط نعتمد على التشكيل يدوي، ما غنستعمل حتى مرشم. وانتم لو بغيتوا تعملوا المراشم فكيبقى الاختيار ديالكم هذاك، يعني تستعنوا باي حاجه عندكم في البيت. فالقصد مني انا نعمل هاد لي بسكوي بهذه الطريقه هذه باش نعطيو فرصه حتى للناس، مثلا باغ اكزومبل مثلا الرجال اللي تيكونوا كيهتموا بالطبخ وكيبغيو يعدلوا تما هاد الحلوات بلا ما يحتاج يمشي يجيب مراشم، ممكن يعدل بها غير باليد ديالو بهذه الطريقه هذه ووصلت عن البيت. فانتم حاليا كتعرفوا دابا ان الطبخ ما بقاش كيقتصر فقط على النساء، راه حتى الرجال ولاو كيطيبوا ما شاء الله في الديور ديالهم، يعني كلشي راه ولا كيعرف يطيب دابا. كناخذ صحن الفرن وغنعمل له شويه ديال الزيت وندهنه، ما تكونش الزيت بزاف سينو ولا كان عندكم ورق الطبخ كتعملوه هو. ومن بعد غناخذ العجينه ونبقى نشكلها كريات. بالنسبه للتزيين فانا غنعتمد على الكريات ديال الحب الملوك اللي كيمشيو بالالوانات الاحمر والخضر. وغادي نعتمد كذلك على واحد الفرشيطه ناخذوها فورشيط كتاخذوها وكنزوقوا بها حتى هي. المهم الطريقه هانتوما غتشوفوها يعني الفيديو راه كيشرح راسو براسو، يعني واخا ما نشرح لكمش بزاف نتوما غتفهموا الخطوات اللي كنقصد انا واللي عملت في هذا البسكوي هذا. الاهم هو ان هذا البسكوي هذا الصراحه كيجي لذيذ بزاف وكيجي مذاق ديالو رائع بزاف، غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم. واحد التجربه اللي انا متاكده راه ما غتندموش عليها، غير جربوها في الديور ديالكم، فالصراحه هي كتجي رائعه بزاف. واحد المذاق فيه. المهم غنشكر لكم بزاف تعملوه في الديور ديالكم وانتم غتحكموا عليه. هنايا غنستمر في تشكيل الكريات ديال هاد البسكويت ديالنا.
وغنا من بعد عاد داك الساعه نبقى نعمل التزيين. هنا نرجع نقول لكم الا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه نتمنى انكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الوصفات ديالي، وان شاء الله غنكون عند حسن الظن ديالكم. هادشي اللي كنتمناو من سيدي ربي سبحانه وتعالى انني نوصل لكم الفكره اللي كتكون عندي. ونحاول نعطيكم دائما وصفات اللي كنحاول نقلب على شي حاجه اللي هي جديده. فهاد البسكوي هذا بهاد غير النشا والحليب المحلى والحليب المجفف راكم ما غتجبروش هاد الوصفه هذه في اليوتيوب. من بعد ما كملت تشكيل الكريات فهنايا غنبقى نبدا التزيين. بالنسبه للحبات ديال حب الملوك غادي ناخذ الكريات وغنضغطوا بالحبه لداخل، خصها تدخل مزيان لان ديجا عامله انا الخمارات فهي راه غتنفخ لي هذاك الكرات زعما غادي يكونوا كتبوا الكريات ديالنا غادي يتنفخوا. فمن الاحسن تضغطوا على هذوك الحبات مزيان حتى يدخلوا لداخل. وفي نفس الوقت راه كتبقى تشقق العجين، حاولوا تجمعوا لهذاك يعني تحاولوا بحال كتقادوها ما يبقاوش يبان لكم داك عفوا التشققات في العجين. هنايا غادا نستمر انني كنعمل الصف، عملت واحد الصف خضار وواحد احمر وواحد غنعملو كما غتشوفوا الفيديو بالفرشيطه. غناخذوا الفرشيط وغنبقاو نعملوها في الدقيق ونضغطوا على هذوك الحبات. فهي واخا كيطيبوا كيبقاو داك لي طراس ديال لي فرشيط تما يعني كتيجيو مزوقين مزيونين. انتما في الاخير غتشوفوا ملي كيطيبوا. غنستمر في التزيين ديال هاد الصحن هذا. فهاد العجين هذه عطاتني تقريبا 2 لاطات ديال كما قلت لكم في الاول راه كتجيكم تقريبا شي 70 حبه. انا جاوني 2 ديال ليطان ديال الفرن اللي من بعد انا في هذا الاثناء راه عملت الفرن كيسخن لان كنت ديجا كنطيب فيه حاجه اخرى. فهو ان فوا غادي نسالي كندخل هاد اللاطات ديالنا لمده 20 دقيقه وفي نفس الوقت نخليو الباب ديال الفران بالنسبه للفرن اللي هو غازي كنخليه الباب مفتوحه شي شويه. هادو هما لي كوكيزات ديالنا او لي بسكوي ديالنا. هو وجود كيجي مزيان الصراحه وما نبقاش نشكر لكم فيه بزاف. كنتمنى ان يعجبكم اقتراح اليوم وتجربوا في الديور ديالكم والوليداتكم. ما تنساوش تعملوا لايك وتخليوا لي يعني التعليق هيدا بالاراء ديالكم وافكاركم. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على المشاهده ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه، خليتكم على خير.